السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي الغاليات. أتمنى تكونوا بألف خير وصحة وعافية إن شاء الله. صوتي تعبان شوي لأني تعبانة شوي، وأشكر يعني كل الأخوات اللي كتبوا لي في التعليقات وسألوا عني. أشكركن جزيل الشكر، والله يسعدني جدا جدا لما أجد تعليقاتكم الرائعة واللي بتسعدني حقيقة. فشكرا جزيلا لكم. بتحسوا بي وبتحسوا انه صوتي تعبان، ففعلا انا تعبانه شوي لكن لا مشكله. الحمد لله على كل حال. اليوم حبيباتي راح نحضر معا خلطة حنة من روائع خلطات الحنة الهندية. تعرفون ان الهنديات يعشقون الحنة مثل ما نعشقها نحن، لان الحنة من روائع الخلطات اللي ممكن تعتمدي عليها لشعرك وتعيد لك جماله، تعيد لك قوته، تعيد لك طوله. غير ان هذه الخلطة غير انها بتساعد على تكثيف وتقوية شعرك، بتعطيكي لون جميل جدا جدا مع المداومة حبيباتي. فعفوا خلطة حصرية رائعة يعني. بعشق أنا شخصيا بعشق خلطات الحنة، بعشق الخلطات الحنة المغربية، سواء المغربية بأعشاب مغربية أو خلطات حنة هندية، أو يعني بمختلف يعني الأعشاب، يعني مختلف المكونات. وبما أننا اليوم خلطة هندية ففيها مكونات خاصة بتستعملها الهنديات، يعني دائما بتكون حاضرة في خلطاتهم. فمنها الحلبة بتكون حاضرة، سواء يعني بيستعملوها كزيوت لتطويل وتقوية الشعر، بيستعملوها كثيرا مع الحبة السوداء. عندي كذلك هنا في هذه الخلطة الحبة السوداء. فهذين المكونين فقط بيعتمدوها كما قلت كثيرا، سواء زيت أو بيضيفوها لخلطاتهن للحنة. كذلك في عشبة رائعة جدا جدا ما بيستغنوا عنها أبدا، سواء لتنعيم أو تقوية أو تطويل أو مع الحناء، وهو الأملج يعني معروف تجدوه عند العطارين. بيعطيك هو يصنع منهم يصنع زيت الأملة المعروف. ومن هذا الزيت لما؟ لأنه زيت الأملج بيسود لك لون شعرك، بيعطيكي قوة، بيكتف، غير انه بينعم الشعر جدا جدا، خصوصا اذا اضفتي للأملة زيت السمسم. فقط هذين المكونين يعني لو خلطتيهم مع بعض بيعطيك نعومة فائقة للشعر. ولو حبيتوا خلطة الأملج وزيت السمسم اكتبوا لي انا اعمل لكم الخلطة خاصة. المهم حبيباتي حقيقة عبارة عن زيت. المهم حبيباتي لتحضير خلطة الرائعة، خلطة الحنة الرائعة، سنحتاج للحنة طبيعية 100%. سنحتاج كذلك إلى مكونات تانية. عندي هنا الشاي، سنستعمل سواء عندك الشاي الأخضر ضيفيه، عندك الشاي الأسود ضيفيه على حسب المتوفر. فالشاي الأخضر بيعطيك لون، يعني أفضل أن تستعملي مدام حابة، يعني كما قلت من أول الفيديو أن هذه الخلطة بتعطي لون، فأفضل أن تستعملي الأخضر. ممكن تستعملين الأسود إذا حابة تغمقي لون شعرك، لكن حابة تفتحيه استعملي اللون الشاي الأخضر. غير النعومة الفائقة اللي بيضيفها لك الشاي، بيعطيكي كذلك بيعالج تساقط شعرك، بيعالج كل أخت بتعاني من الحكة، أو يعني حكة أو فطريات بالقشرة، قشرة جلدة رأسك، فرائع الشاي. عندي هنا الريحان من روائع الوصفات الطبيعية اللي بتطول شعرك وبسرعة. عندي القرنفل غير رائحته العطرية الجميلة بيطول شعرك وبسرعة، خصوصا مع الحنة دائما أنصح فيه اللي حابة تطول شعرها وبسرعة، وهو القرنفل أو زيت القرنفل. غير طبعا اللون، بيعطيك لون جميل جدا مع الحناء. المهم حبيباتي لتحضير خلطة الحنة الرائعة سنحتاج إلى إناء. سأضع هذا جانبا، والحنة سأضعها هنا جانبا. سأضع ملعقة من كل هذه المكونات، وطبعا أنت يعني ضعي في الكمية على حسب كثافة وطول شعرك. سأضيف ملعقة من الحبة السوداء، ملعقة من الحلبة، القرنفل تقريبا 10 حبات فقط من القرنفل، 10 حبات فقط. تقريبا كل المكونات أضيفها، لم أنسى شيء. وطبعا كوب من الماء.
لكن كما قلت مدام هذه الخلطة راح تعطيك لون جميل جدا درجات اللون البني حبيباتي، فراح أكيد راح نضيف القهوة سريعة الذوبان، راح نضيف منها كذلك ملعقة. الآن راح نضع الكل جيدا على النار، لازم تغلي المكونات جيدا. وفي هذه الأثناء اللي بتغلي لي المكونات على النار راح نحضر خلطتنا للحناء. الحنة الخضراء طبيعية 100%، دائما أنصح فيها، يعني لازم أنها تكون بدون يعني إضافات ولا شيء. فراح طبعا الحنة على حسب كثافة وطول شعرك، أنا هنا سأخذ 3 ملاعق من الحناء، راح أضيف عليها كذلك مكون بيعطيك نعومة، بيعالج قشرة شعرك، القشرة بيعطيك نعومة فائقة، بيعالج التساقط، بيكتف شعرك خصوصا مع الحناء، بيقوي يعني الشعر وجذور شعرك، وهو الزبادي. يعني الزبادي هنا راح أضيف منه ملعقتين كذلك، غير انه يعني بيعطي كذلك لون يعني مع الحناء. الزبادي دائما لو تضيفيه مع الحناء يعني كبديل لخل التفاح وبديل عصير الليمون، فضيفي الزبادي. كما قلت غير النعومة يعني بيعالج يعني مشاكل شعرك المختلفة. هنا راح نضيف المغلي اللي حضرناه. سنحتاج إلى مصفاة، سنضيف شيئا فشيئا. وبعد ما تخلطين المكونات جيدا مع بعض قومي بتطبيقها حبذا. يعني أفضل أن تتركيها طوال الليل، يعني ضعيها تتخمر ليلة كاملة. لعشاق اللون يعني ضعيها تتخمر ليلة كاملة، بعد ذلك طبقيها على شعرك خصلة خصلة، يعني بعد تمشيطه جيدا. وضعي هذه الخلطة على جذور حتى تتشرب جذور شعرك بالكامل، وتحسي انها تغلغلت جيدا بالجذور، واعمليها على كامل شعرك، ولفي شعرك يعني كعك الوراء، وغطي شعرك بقبعة استحمام، واتركيها أطول مدة ممكنة، 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات على حسب المتوفر لديك. كرري هذه الوصفة أو هذه خلطة الحنة مرة أسبوعيا لتحصلين على شعر كثيف كشعر الهنديات. نعم لا أبالغ، ففقط العناية والمداومة على خلطة. كذلك تأتيني بعض الأسئلة، هل نستمر على خلطة واحدة أو نغير الخلطات؟ لا، دائما استعملي خلطة واحدة فقط أو خلطتين، يعني كخلطة زيت أسبوعيا وسط الأسبوع، وخلطة حنة مرة أسبوعيا، وداومي عليها. يعني لا تغيري بالخلطات. إذا حسيتي بالنتيجة وارتحتي عليها من أول مرة فاستمري عليها لمدة لا تقل عن 2 3 شهور لتحصلي على النتيجة، ويعيد لك يعاد شعرك يعني لطبيعته لقوته لطوله. فحبيباتي كانت هذه هي روائع من روائع وصفاتي للحناء الرائعة، وصفة هندية بامتياز، داومي عليها لتحصلين على شعر تحسدين عليه. فحبيباتي غير اللون، أتمنى أن تنال إعجابكم، وأن تكتبوا لي في التعليقات، ولا تنسوا جيم الاشتراك بالقناة، وشكرا جزيلا.